بص من الاول كده الفيديو ده مفيهوش اي ايديت ولا فيه مؤثرات بصريه تجذب انتباهك وتخليك تتفرج للاخر. وانا قصد اعمل ده لان في الفيديو ده بالذات مش بستهدف ناس سهل التحكم فيها بالدوبامين الرخيص زي المؤثرات البصريه والسمعيه. الفيديو كله عباره عن صوتي بس، صوتي اللي بستخدمه هنا علشان ارشدك للطريق اللي هيغير طريقه تفكيرك ويحسن من حياتك على اكتر من مستوى في خلال 30 يوم. أنا النهاردة بدعوك إنك تنضم للتحدي ده وتستغل رمضان لصالحك وتخرج منه إنسان تاني. فلو أنت ضعيف لدرجة إنك مش قادر تسمع فيديو صغير زي ده، فأرجوك تخرج حالا، لأنك شخص ضعيف وهتفضل ضعيف ومفيش حاجة تغيرك للأسف. أما لو أنت راجل وعايز من جواك تغير وضعك، فيلا بينا. تخيل معايا لو رمضان ده كان أحسن رمضان عدى عليك، مش بس من الناحية الروحية لكن كمان من الناحية العقلية الصحية والإنتاجية. رمضان ممكن يكون الشهر اللي يغير حياتك بالكامل، بس انت اللي لازم تقرر ده. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تستغل رمضان بطريقة تخليك تخرج منه نسخة احسن من نفسك. اول حاجة لازم نركز عليها هي تنظيم الوقت. رمضان فيه بركة في الوقت بطريقة غريبة جدا. الشهر متقسم 30 يوم، 4 اسابيع. تقدر لو انت بتشتغل على اي حاجة تقسم الحاجة اللي انت بتشتغل عليها دي ل3 مراحل، كل مرحلة 10 ايام، او 4 مراحل وكل مرحلة اسبوع. ده غير ان اليوم نفسه متقسم من خلال الصلوات، 5 صلوات في اليوم، بين كل صلاة والتانية فترة تقدر تنجز فيها الحاجات اللي انت بتشتغل عليها. رمضان فرصة ذهبية مش بس للعبادة لكن كمان لإعادة ضبط حياتك. جرب تنظم يومك حوالين الصلوات، كل صلاة تكون محطة تقف تراجع فيها إنجازاتك وتشحن طاقتك وتحدد خطوتك اللي جاية. يعني قبل الفجر وبعده جسمك وعقلك بيكونوا في أنقى حالاتهم. استغل الوقت ده في أي حاجة مهمة ليك، سواء تفكير، تخطيط، أو حتى رياضة خفيفة تحرك فيها جسمك. بين الصلوات بقى خليك ذكي، بدل ما تسيب الوقت يضيع خلي عندك هدف واضح تنجزه في كل فترة ما بين الصلاة والتانية، حتى لو حاجة بسيطة. المهم تخلص اللي وراك وتكون راضي عن إنتاجيتك. السر كله في إنك تخلي الصلوات هي الفواصل اللي بتنظم يومك مش العكس. ما تخليش الوقت يفوتك، اتحرك، اشتغل، طور من نفسك، وخلي رمضان يكون نقطة تحول حقيقية في حياتك. وعلشان تزود انتاجيتك فانت لازم تقلل وقت على السوشيال ميديا. كلنا عارفين ان رمضان موسم مسلسلات، بس السؤال هنا، هل هتكون مستهلك زي طبيعتك طولة السنة ولا منتج؟ عايزك تجرب تعمل ديجيتال ديتوكس او سوشيال ميديا ديتوكس وتحدد وقت معين للمحتوى اللي انت بتتابعه، وبدل من التصفح العشوائي على السوشيال ميديا استغل الوقت ده في حاجة تديك قيمة حقيقية. اشتغل على حاجة تزودك وترفع منك، سواء مشروع أو شغل أو دراسة أو الاهتمام بصحتك أو علاقتك بربنا. دي كلها حاجات تقدر تشتغل عليها وتنتج فيها وترفع من مستواك فيها، بدل ما انت عمال تتصفح بشكل عشوائي للمحتوى وتتابع مسلسلات وتضيع وقتك بدون أي هدف. الجزء التاني هو الجانب الروحي والديني. رمضان فرصة ذهبية إنك تقوي علاقتك بربنا، وصدقني مفيش حاجة بتديك راحة نفسية أكتر من إنك تحس بقربك منه سبحانه وتعالى. حط أهداف واضحة، اختم القرآن ولو مرة واحدة، التزم بصلاة التراويح أو حتى ركعتين قيام ليل يوميا. لازم تذكر وتستغفر وتسبح كل يوم حتى لو 5 دقايق بس بعد الفجر. تاني حاجة هي التواصل مع الناس وتقوية علاقاتك باللي حواليك، بقرايبك، بصحابك. رمضان مش بس صيام وصلاة، هو كمان شهر البركة والرحمة. جرب تبعت رسالة لشخص انت مقصر معاه، ساعد حد محتاج، أو حتى بس ابتسم للي حواليك. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتعمل فرق كبير. الجزء التالت هو الصحة والغذاء. جسمك هو اللي بيشيلك طول اليوم، ولو معرفتش تهتم بيه صح مش هتقدر تحقق أي حاجة من اللي احنا اتكلمنا عنها. وعلشان تحقق ده لازم الأول تختار أكلك بذكاء. بلاش تاكل كتير قوي على الفطار، واختار الحاجات اللي انت بتاكلها كويس. اهتم بالسلطات وبالبروتين، ابعد على قد ما تقدر من الكربوهيدرات ومن الحاجات المقلية ومن الحاجات اللي مليانة سكر. واحنا عارفين ان رمضان اصلا كله اكل مليان سكر، كله حلويات، قطايف وكنافة. كل الحاجات دي بتقلل انتاجيتك لانها بتأثر على هرموناتك، فابعد عنها واختار اكلك بذكاء زي ما قلت لك. قلل السكريات والمقليات واستبدلهم بحاجات مفيدة زي التمر، الفواكه، المكسرات. واشرب مية كافية ما بين الفطار والسحور عشان تحافظ على تركيزك وطاقتك.
تاني حاجة هي إنك تمارس رياضة حتى لو رياضة خفيفة، لأن رمضان مش معناه كسل، بالعكس. حتى لو هتمشي نص ساعة بعد الفطار أو تعمل تمارين بسيطة قبل السحور، ده هيحسن مزاجك وهيزود طاقتك، لأن التمرين بيظبط هرمونات جسمك بشكل عام. أنا مش عايز أطول الفيديو ده أكتر من اللازم، لأن هو مفيهوش إيديت ومفيهوش مؤثرات بصرية ولا صوتية زي ما قلتلك. أنا بس جاي أقولك إزاي تستغل رمضان ده لصالحك، لأن رمضان مش مجرد 30 يوم صوم، هو فرصة إنك تعيد ضبط حياتك بالكامل، تبدأ من جديد وتخرج منه إنسان أقوى وأحسن في كل الجوانب. كل واحد فينا عنده نسخة أقوى مستنياه، والسؤال هو: هل أنت مستعد تشتغل عليها؟ قولولي في التعليقات إيه العادة اللي ناويين تلتزموا بيها في رمضان، ويلا نتحدى نفسنا نوصل لأفضل نسخة مننا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة دلوقتي، علشان في رمضان هيبقى فيه محتوى أكتر عن تطوير الذات وإزاي نحسن من نفسنا على الجانب المادي وعلى الجانب النفسي وعلى جانب الصحة وجسمنا وكل الجوانب اللي تخليك نسخة أفضل من نفسك بشكل عام. فاعمل سبسكرايب وتابع الفيديوهات اللي جاية، لأن فيه محتوى كتير هينزل في رمضان إن شاء الله. يلا أشوفك الفيديو اللي جاي.